السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كتب مسموعة لكل الأعمار، ونقدم لكم ملخص لكتاب نظم وقتك في 60 ثانية، تقديم محمود جمال. إن تنظيم من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الناس ويتعلموها في حياتهم، ليس فقط من أجل الناحية الجمالية، ولكن إن التنظيم يؤثر بشكل أو بآخر في مدى تركيزنا وإنتاجيتنا، ووحدهم الناجحون هم من يدركون قيمة تنظيم الوقت. ولا تنتظر اللحظة أو اليوم أو الحالة المزاجية المناسبة لتنفذ أفكارك، فأنت حين تنتظر أن تصبح في الحالة المزاجية المناسبة لكي تصبح منظما، فإنك بذلك تضيع الكثير من الوقت. فقد تأتي هذه الحالة المزاجية في وقت غير مناسب، وقد لا تأتي مطلقا. واسأل نفسك: إن لم تبدأ الآن فمتى؟ إن كنت تعاني من أجل اكتساب صفة النظام والتنظيم، فهل جربت يوما أن تستخدم أسلوب التعزيز؟ جرب أن تكافئ نفسك على كل عمل شاق تفعله، بحيث تكون في عقلك ارتباطا وثيقا بين الجهد والمكافأة. عندئذ ستستخدم ذلك حافزا للبدء في أي شيء آخر يحتاج إلى التنظيم. فعلى سبيل المثال، إن كان مشروعك التنظيمي يتألف من عدة مراحل أو كان مشروعا طويل الأجل، فعليك أن تقسم مهمتك إلى أجزاء مع وجود مكافآت صغيرة، ثم خطط لها على طول الطريق لكي تجعلك تستمر في مهمتك. وقد يكون السعي إلى الكمال في بعض المهام أمرا حسنا، فالطبيب الذي يجري جراحة دقيقة ومحقق الشرطة الذي يتحرى عن جريمة قتل ينبغي لهم أن يسعوا لأداء أفضل عمل ممكن. ولكن بعض المواقف يكون فيها السعي وراء الكمال غير ضروري، ويكون استهلاكا للوقت بشكل عام. وتشير الدراسات إلى أن الوقت الإضافي الذي نستهلكه في الوصول بمشروع ما من درجة 95% إلى 100% لا يستحق ذلك في معظم الحالات. فالسعي وراء الكمال لضمان أداء 5% النهائية غالبا ما يستغرق من الوقت ما يعادل 95% الأولى من الجهد المبذول. ولا عجب في أن ذلك يعد من أصعب الأمور. ومن الأساليب الفعالة التي يمكنك استخدامها والتي يعبر عنها عنوان هذا الكتاب أن تشغل نفسك بأنشطة تنظيمية لمدة دقيقة واحدة قبل أداء أي مهمة. ولنفترض أنك تريد ترتيب سريرك أو مكتبك وأنت في الواقع تكره هذه المهمة، فكل الذي عليك أن تعد نفسك بأن تنشغل في نشاط تنظيمي لمدة دقيقة واحدة، أي لمدة 60 ثانية، نظم فيها ما يمكنك تنظيمه. ربما تستطيع إنهاء منطقة واحدة بس فقط، لا بأس، وفي نهاية 60 ثانية توقف عن العمل وعد إلى ما كنت تفعله قبل ذلك، وذلك وفاء منك بالوعد الذي قطعته على نفسك. وستجد أنك بعد 60 ثانية لا تريد في الغالب أن تتوقف، إذ إن القوة الدافعة الناجمة عن مجهودك سوف تحملك إلى الدقيقة التي تليها ثم التي تليها وهكذا. وصدقني ستتوقف عندما تشعر بالتعب الكثير. وفي أي وقت تتحمس فيه ارجع إلى نظام 60 ثانية مرة أخرى، وستندهش كيف إن دقيقة واحدة في تنظيم نفسك من الممكن أن تفعل فيها كثيرا من المهام التنظيمية لحياتك. وابدأ من الآن بتحديد أولوياتك، وإلا ستكون عملية التنظيم نفسها عملية غير هادفة. لذلك ابدأ بتحديد أولوياتك، وستكتشف أن أغلب جوانب الفوضى في حياتك ليست فقط عديمة النفع، ولكنها أيضا تجلب الضرر لك. وهذه الفوضى لا تدعم أولوياتك،
فمعظم ما تجمعه وتفعله في الحيز المكاني والزماني. ولكي تضمن المحافظة على نظام منزلك، انتهج مبدأ الاستبدال والإحلال، بمعنى عندما تحصل على شيء جديد لا بد أن تتخلى عن شيء آخر قديم. لذا كن أمينا مع نفسك في اتخاذ القرار بالتخلي عن الأحذية التي لن ترتديها، وحافظ على الأحذية التي سوف ترتديها بالفعل، وإلا فستمتلئ خزانتك عن آخرها بالأحذية البالية. والسؤال هنا: لماذا لا يستغل كثير من الناس الأوقات التي يمضونها في الطريق؟ هل جربت يوما أن تستغله؟ إليك الطريقة الفعالة والبسيطة لتنظيم وقتك في أثناء الطريق. أعد قائمة بسيطة بالمشاوير التي عليك قضائها، وعلقها أمامك في اللوحة الأمامية بالسيارة. وبدلا من تأجيل المشاوير لأيام الأجازات، اختر يوما في الأسبوع لقضاء مشاويرك وأنت في طريق رجوعك من العمل. بوسعك كذلك أن تشتري احتياجاتك بكمية كبيرة حتى لا تضطر للذهاب إلى السوبر ماركت كثيرا. وإن كنت لا تفضل حمل الحقائب الكثيرة وتسعى لتوفير المزيد من الوقت، فبوسعك التعامل مع البائعين الذي يوصلون الطلبات إلى المنزل، فإن من شأن ذلك أن يوفر عليك كثير من الوقت. ولتنظيم حياتك الشخصية أثر كبير في إنجاز الأعمال والسعي إلى تحقيق الأهداف، فكلما حرصت على ترتيب وتنظيم منزلك والجوانب الأخرى في حياتك، زادت احتمالات قدرتك على التركيز. وإن المفتاح الأساسي لتحقيق النظام والحفاظ عليه هو أن تدرك قيمة الوقت والتنظيم، وبعد ذلك افعل التغييرات اللازمة للقضاء على الفوضى. وفي النهاية أتمنى عزيزي المستمع أن تستفيد من كل المعلومات الواردة في هذا الملخص التي وردت في هذا الكتاب الرائع، وأن تعمل على تنفيذها في حياتك اليومية. ومن هنا نكون قد انتهينا من تقديم ملخص بسيط لهذا الكتاب الرائع، نظم وقتك في 60 ثانية، للكاتب جيف ديفيدسون. وكان معكم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار. ولا تنسى مشاركة هذا المحتوى والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم.